أستطيع أن أقول أننا التقينا مع في لقاء غير عادي مع رجل غير عادي حقيقة. يعني وأنا بعد أن ما التقيت معاه واستمر الحوار ما يقرب من 2.5 أو 3 ساعات، يعني شعرت باطمئنان شديد إلى أن مصر إن شاء الله تسير في طريق جيد. الرجل مدرك لكل المشاكل التي تمر بمصر. كان الحوار يدور في معظمه حول الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني وكيفية مواجهة الإرهاب والتطرف والآليات التي يجب أن تستخدم في ذلك. رجل لديه حس وطني عالي، يريد أن يقدم للأمة ليس مشروعا في تجديد الخطاب الديني، ولكن يريد أن يقدم مشروعا حضاريا كبيرا للأمة، يكون تجديد الخطاب الديني مفرد من مفرداته، ليس فقط هو تجديد الخطاب الديني ولكن المشروع الحضاري. مصر ماذا تقدم للأمة؟ لديه طموحات كبيرة ولديه أمال، ويريد أن يقف معه المخلصين في هذه البلد لكي يقدموا معه. هو أيضا هل كان اللقاء مع كوادر أو قيادات سابقة في جماعة الإخوان باعتبار أنكم قادرين على التعامل مع أي أفكار مغلوطة يروج لها هذا الكيان؟ باعتبارنا أن احنا أيضا كنا من أصحاب التجربة، يعني كنا من أصحاب التجربة ورأينا التطرف وعايشنا التطرف، فبالتالي يعني أظن أننا يعني أكثر الناس علما بما يدور في الداخل. ليس يعني البعض يظن أنه يكون في صلح أو غيره، لا على الإطلاق. لم يتضمن كلمة الصلح الحوار، بالعكس. الرئيس قال في كلمة وهو يسرد ما حدث، قال أنهم اختاروا طريق الدم، هم الذين اختاروا طريق الدم. معنى ذلك أن الذي اختار طريق الدم ليس له إلا أن يواجه بالقانون، ويواجه أيضا بالفكر، ويواجه بالمشروع الثقافي الحضاري وتجديد الخطاب الديني والثورة الدينية التي طلبها الرئيس في آخر خطاب مع العلماء الأزهر وشيخ الأزهر.